حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. صلوا على النبي بقى وترحموا على جدتي وحطوا لايك للفيديو. كل اللي يشوف الفيديو النهارده يحط له لايك. تعالوا النهارده فيديو جميل قوي وكلنا كنا نفسنا فيه بجد، لان طبعا احنا في صيف والجو حر ومفيش حد بيعمل الاكله دي كتير خالص. يعني كلنا بقى بنحب الاكل النواشف ونحب الحاجات السريعه دي عشان ما نقفش في المطبخ كتير والكلام ده كله. بس بجد خلاص بقى كنا نفسنا فيها ولازم نعملها ولازم نعملها. بس فتعالوا صلوا على النبي واستحملوني بصوتي لاني واخده دور برد كده. فايه كملوا بس معايا الفيديو، حطوا لي لايك وقولوا لي رايكم بقى ايه في الكومنتات. اول حاجه كده زي ما شفتوا حطينا سمنه وحطينا كل المطيبات اللي انتوا بتحبوها للشوربه، تمام كده. حطينا بقى ورق لورا وقرفه وكباصيني وحبهان وقرنفل، وحطينا اللحمة بتاعتنا اديناها صدمة، وبعدين حطينا طماطم وبصل وحطينا المية وسبناها ايه تغلي كده تستوي. يعني المهم معايا بامية بعد ما نضفتها وطبعا اتقمعت وكله زي الفل. هنبدأ ان احنا نحمرها، وبعد ما نحمرها هناخد السمنة بتاعتها، نزود بس حتة سمنة صغيرة، وبعد كده هناخد السمنة بتاعتها نحط ايه البصل بتاعنا ويسيبوا ايه نتحمر. وهنا كان معايا سلق في الفريزر، طبعا احنا بنخزن القاس وسلق مع بعض، وكنت ايه طلعته كده يفك على النار مع نفسه ويتحمص لان احنا مش بنحمصه. معايا هنا البصله بعد ما خدت بقى فصين التوم والريحه كده قلبت الدنيا والبصله دبلت معايا، هنبدا نحط الطماطم، وماما هتحط مكعبين من المرقه وهتحط كمان مكعب شويه سكر، ونحط اللحمه تكون مثلا خدت يعني 70% كده من السوا، وتكمل سوا ايه في التسبيكه. معايا هنا القلقاس زي ما انتم شايفين بقى ابيض وزي الفل، مطلعينه من الفريزر. طبعا احنا لما بنيجي نفرزه مش بنغسله، بنعصر عليه ليمون وبنمسحه كويس جدا ونعصر عليه ليمون ونحطه في الاكياس وفي الفريزر، بيطلع معاكي زي ما انت شايفه كده وابيض وزي الفل وبيكون تحفه. هتطلعيه من الفريزر على ميه، دي ميه عاديه من الحنفيه مش سخنه، تمام. اول ما هتحطيه كده هيبدا ان هو يفك معاكي اكنك بتحطيه في شوربه، ماشي. ماما هتعمل ايه بقى عشان لو اكيد هينزل معاكي مزلقه. ماما هتحط ليمونه، هي ليمونه واحده، وهتحط شويه ملح وتسيبهم شويه، وهنفضل نغسلهم مره واتنين وتلاته، هتلاقيه معاكي زي الفل. وهنشوفه دلوقتي مع بعض هيكون زي الفل بجد. تعالوا بقى نبهر التسبيكة. حطينا ملح، هنحط كزبرة وكمون وفلفل اسود وشوية من السبع بهارات اللي انتي بقى بتحبيها. طبعا ماما عاملاها في البيت بتكون تحفة، بنحطها ربع معلقة صغيرة مع الايه مع الكزبره والفلفل الاسود والكمون وشويه الملح، وطبعا حاطين السكر وكله زي الفل. هنا اللحمه خلاص استوت، طبعا الباميه اصلا كده كده مش بتاخد سوا، تمام. بعد ما حمرناها الباميه لما بتحمريها بتديكي طعم عالي قوي وبجد بيكون تحفه، تمام. جربوها هتعجبكم جدا. بعد ما تقلبي كده الباميه بتاعتك بقى هنجيب يعني شويه توم حلوين كده، معلقه توم حلوه كده تبداي ان انت تحطيها. طبعا ماما بعد ساعات بتحط بصلايه بس المره دي ما حطيتش. وده القلقاس زي ما انتم شايفينه بقى عامل يعني زي فله بجد. يعني هنا اللحمه بالشوربه ماما ايه هتحط فيها مكعب مرقه، وطبعا الشوربه كده كده اوريدي فيها كل الاطعم لان دي شوربه اللحمه. هنحط بقى القلقاس بتاعنا زي ما انتم شايفين، نقلبه تقليبه مع نص ليمونه عشان برضو نكون متاكدين ان القلقاس بتاعنا مفيهوش اي مزلقه وزي الفل. هنا بقى السلق بتاعنا طبعا احنا مش بنخزنه بالثوم، وشوفوا طريقه التخزين، وباذن الله باذن الله هنخزن برضو مع بعض السنه دي. مش بنحط الثوم. هنا كانت خلاص القلقاس بقى السلق اتحمر معايا، حطينا الثوم، وهنا حطيت الفص ليمون زي ما شفتوا، وبعد كده هنحط السلق عليه. كان كله استوى وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. لو وصلت معايا لغايه القلقاس القمر ده بقى حطولي لايك. تعالوا بقى نشوف البامية ايه اخبارها. كمان هنا كانت بتغلي بقى، ماما زودت كبشتين كده من الشوربة، وهتحط قرنين من الفلفل، قرن احمر وقرن اخضر، تمام. بيديها طعم وريحة طبعا تحفة قوي. البامية مش بتقلبيها كتير ولا بتعلي عليها النار، بتسيب النار واطية عليها تكون هادية. وتعالوا هنا نعمل الطشة بتاعة القلقاس. هتجيبي بقى سمنة وتحطي التوم بتاعك، وتعالوا نسمع الطشة الجميلة اللي تفتح النفس.
وزي ما انتوا شفتوا بقى الطشة بتاعتنا القمر بتاعت القلقاس دي، الرز بشعرية كنت عاملاه تحفة. كنت مكترة كده الشعرية في الرز مع طبق بتنجان وفلفل زي ما انتوا شايفين كده يفتح النفس بجد والله. شايفين القلقاس بتاعنا تحفة قوي، والبامية تحفتين بجد. لازم تجربوا الوصفة دي زي ما ماما كده عملتها، بجد بجد روعة. البتنجان طبعا تحفة، احنا عملناه مع بعض كذا مرة. تعالوا بقى نعصر كده على طبق البامية اللي باللحمة القمر ده، نعصر كده فص ليمون كده بيكون قمر قوي. البامية مع الليمون مع رز بشعرية، والشعرية تكون زيادة كده زي ما انتم شايفين، بجد حاجة بقى تفتح النفس في منتهى الجمال. بص تحفة. انا بقول لكم هي الاكلة اي نعم شتوية شوية لان الطبيخ بيتعمل في الشتاء مش في الصيف، بس بجد روعة. جربوها هتعجبكم. استنوني في فيديو جديد. باي باي.